هارد لك طبعا النادي الاهلي الهزيمه امبارح في نهائي كاس السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري. مباراه اكيد كانت مهمه جدا جدا بالنسبه للجمهور ومجلس الاداره واللعيبه. الناس كلها كانت بتامل بتحقيق هذه البطوله باي شكل من الاشكال. ليه؟ لان كان هيكون عليها مردود جيد جدا جدا بالنسبه للفترات القادمه، وهتدي لك دفعه معنويه بشكل غير طبيعي ان انت تبدا الموسم بتحقيق بطوله زي ما عملت السنه اللي فاتت. دخلت الدوري بشكل كويس قوي، وكانت نقطه تحول غير طبيعيه لمارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي. الكلام ده ما حصلش بناء على المستوى والاداء اللي قدمه فريق النادي الاهلي امبارح، ما كانش افضل حاجه، وبالتالي كانت هزيمه مستحقه. مش هنقول بقى وانا نتكلم على الاخطاء التحكيميه، كان في بعض الاخطاء التحكيميه، موقف 2 3، لكن برضه هي مش شماعه هتعلق عليها نتيجه المباراه، لان انت كان عندك 90 دقيقه او كان عندك 100 دقيقه كنت تقدر تحسم من خلالهم الجيم بشكل كويس، خصوصا وتحديدا ان انت بدات اول 25 دقيقه بشكل كويس. كان عندك انتشار جيد، كان عندك استحواذ في نص الملعب بطريقه كويسه جدا، كان عندك فاعليه هجوميه